مفيش كاميرات مراقبة ولا في حد هيدخل ومعاه شنط، والجمهور معظمه من الشباب، وتذاكر الحفلة خلصت في ساعات. ايه قصة حفلة ترافيس سكوت في مصر؟ وليه الهجوم الغريب والمفاجئ عليه ده كله؟ والأهم من ده، مين ترافيس سكوت ده أصلا اللي عليه الدوشة دي كلها؟ في الفيديو ده خلينا نقولك الحكاية من أولها خالص. ترافيس سكوت هو رابر عالمي اتولد في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية سنة 1991، وحفلاته بيحضرها عدد ضخم بيتعدى الملايين. لحد هنا وكل حاجة تمام، بس المشكلة ظهرت في حفلاته اللي بيصاب فيها عدد كبير من الناس. كمان سلوكه مشاغب في كل حفلاته لدرجة ان في ناس اتقتلت، وحفلاته كلها مشبوهة وفيها مخدرات وسوء تنظيم وكل حاجة ممكن تتخيلها. ده غير انه كل مرة بيعتقل بعد حفلاته بس بيخرج بتعويض مادي. طب ايه اللي حصل في حفلاته بالظبط؟ في سنة 2015 وفي حفلته في شيكاغو، ترافيس شجع الجمهور على التدافع واختراق الحواجز الأمنية، بس الأمن سيطر على الحفلة اللي كان هيحصل فيها كارثة. ترافيس وقتها هرب من على المسرح بعد أول أغنية، لكن الشرطة اعتقلته بعد الحفلة بتهمة السلوك غير المنضبط. وفي حفلته في تكساس الأمريكية سنة 2021 مات حوالي 10 أشخاص من جمهور، بعد ما الجمهور بدأ ينادي على ترافيس علشان خاطر يوقف الحفلة، بس ما كانش فيه أي استجابة. والبوستر بتاع الحفلة كان غريب ومخيف، غير التذاكر اللي خلصت في ساعات. ده خلى الناس تشك إنه في جهة بتدعمه، وده لأنه كل مرة بيخرج من الاتهامات زي الشعرة من العجين، واتقال عنه إنه هو ماسوني ومن عبدة الشيطان. والسلوك ده عمره ما يكون طبيعي، لأنه في كل حفلة. من كام يوم طالب عدد كبير من الجمهور المصري بإلغاء حفلة ترافيس سكوت في مصر، واللي أعلن عنه إنه هيكون في الأهرامات وهيطلق فيه ألبومه يوتوبيا. طب إيه يا عم السبب؟ السبب واضح زي الشمس اهو. هتبقى كارثة لو في أي إصابات في حفلة الناس رايحة تنبسط فيها، خاصة التذاكر اللي خلصت في ساعات. والهجوم ده خلى مصطفى كامل نقيب الموسيقيين يطلع يقول إنهم لما تواصلوا مع الشركة المنظمة بلغوهم إنهم خدوا الموافقة الأمنية، بس طلعوا ما خدوهاش. والحكومة قالت إلغاء الحفلة، بس لا، رجعوا قالوا هنعملها بس بشروط معينة، إن مفيش شنط ولا عدد كبير ولا كاميرات مراقبة في المكان. وكان رد ترافيس التجاهل التام. بعد الحصول على كل التصاريح، وهم معاهم بالفعل كل التصاريح، لو ما دخلوش الهرم بكره بحد اقصى هم محتاجين بس حد من شرطة السياحة أكد امبارح في برنامج لميس الحديدي إن الحفلة هتتم يوم 28 يوليو، والجمهور مستني الحفلة دي بحذر. واحنا زي ناس كتير غيرنا متوقعين إن الحفلة دي إن شاء الله هتمر بسلام، لأن الاستعداد لها كويس جدا. وأكيد هو ومنظمين الحفلة هيحاولوا إن حفلتهم تطلع كويسة علشان يردوا على أي كلام طلع وفي من وجهة نظرهم مبالغات. وأكيد كل ده في النهاية بيخدم السياحة في بلدنا بشكل كبير. وبس يا سيدي، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واستنونا دايما مع كاركتر جديد في آخر مترو.